أهلا بيكم. النهاردة هنلخص لكم فيلم اسمه Made of Each Other اللي تم إصداره سنة 2023. في بداية الفيلم بنتعرف على واحدة بنت اسمها راشيل بيكر، وهي طول عمرها نفسها تتجوز واحد يكون مثالي، وكان باين إنها عندها موهبة فنية في صناعة التماثيل والتحف، والمعلمة بتاعتها بتساعدها تروح مدرسة فنية متخصصة. بتكبر وبتروح نيويورك وبقت نحاتة مشهورة، ولسه بتجري ورا حلمها إنها تلاقي الشخص المثالي اللي يكون شريك حياتها. وأمها دايماً مهتمية بيها وعمالة تعرفها على دكاترة ومحامين يمكن يعجبها أي حد منهم. وفي يوم بتيجي أمها للورشة بتاعتها عشان تشوف التماثيل اللي بنتها عملتها، لكن بنتها بتمنعها تدخل. وفي المعرض بتاعها كانت بتقول إن طلابها هيعرضوا التماثيل بتاعتهم، لكن أمها بتحرجها وبتقول إن راشيل هتعرض أعمالها هي كمان. راشيل بترد وتقول لأ، أنا بقول طلابي بس اللي هيعرضوا شغلهم. وفي المعرض بتقابل صاحبتها وخطيب صاحبتها وصاحب خطيب صاحبتها اللي اسمه ديفيد، وكان خطيب صاحبتها عايزها تخرج معاهم، لكن أم راشيل بتقول إن راشيل عندها شغل كتير، وبتعرفها على دكتور اسمه بافيتور وبتوري له عمل فني منحوت عبارة عن وجبة سريعة، وتقول له الطالبة عملت كده تعبيرا عن رغبتها في إنها عايزة تاكل من الأكل ده، لكن أهلها بيرفضوا. وبعدها بترجع راشيل لأمها وتقول لها خدي الدكتور اللي مش فاهم حاجة ده وهو مش عاجبني. وبعدها ديفيد بيقول نكتة وراشيل تضحك وتمشي. بالليل بتكون في طريقها للبيت وبتقابل جارتها وصاحبتها دوريس، وبتروح معاها على البيت يرغوا شوية. وراشيل بتقول إنها عايزة حد ذكي ولطيف ورومانسي ومخلص وعنده نفس وجهات نظرها، وبتقول لها دوريس إن مستحيل يعني تلاقي حد مثالي 100%. وساعتها راشيل بتوريها تمثال هي عملته للشخص اللي بتتمنى تلاقيه في الحقيقة وتتجوزه. وبعد شوية دوريس بتقول لها إن في الفلكلور اليهودي بيلبسوا السلسلة دي للتماثيل اللي بتتعمل من الطين وبتتحول لشخص حقيقي. جربي كده على تماثيلك ده يا راشيل. وبعدها بيحصل برق ورعد وبيضحكوا هما الاتنين. بعد شوية بنشوف ديفيد وبنعرف إنه ستاند اب كوميديان وكان معجب براشيل، بس أخت راشيل بتقول له خلي بالك، أنا أختي ليها معايير مختلفة تماما في الراجل اللي عايزاه يكون جوزها. حتى أم راشيل مش عاجبها ديفيد بسبب إنه كوميديان، هي عايزة حد يكون طبيب أو محامي كده يعني. تاني يوم بتروح أم راشيل لبنتها في البيت وبتقول لها أنا حددتلك 4 مواعيد ولازم تروحي هناك عشان نشوف لك عريس ونخلص منك بقى، وكانت راشيل مش عاجبها اللي بيحصل ده. تاني يوم بتروح على الورشة وبتلاقي التمثال صحي وبيتحرك، وبتتأكد من الختم اللي ورا الودن إنه فعلا التمثال. وبتيجي واحدة من الطلاب وراشيل بتقول إن ده عارض أزياء وهو هنا عشان العرض الجاي، وبنعرف إن التمثال اسمه كلاي وهي لسه مش مصدقة اللي حصل. وبعدين بيعمل ليها القهوة زي ما هي بتحبها، وبترن على صاحبتها تقول لها هاتي هدوم للتمثال اللي صحي ده، وبعدين بيدوله شوية أكل وياكل. ودوريس بتقول لها خديه معاكي لحفلة الزفاف، وراشيل تقول لا ده ما عندوش أي شخصية ولا حتى هواية ومش إنسان حقيقي أصلا، بس كلاي بيحاول إنه يراضيها بأي طريقة هي عايزاها. وبعدها بتخرج معاه وبيتسوقوا وبتجيب له أكل وبيتفسحوا شوية. بعد كده بنشوف ديفيد وهو بيعمل عرض كوميدي وبيتكلم مع صاحبه ويقول له هات خطيبتك واختها اللي هي راشيل عشان الحفلة، وهنا بيعرف إنه معجب براشيل. بس صاحبه بن بيقول له إن راشيل مثالية قوي وصعب قوي إنها تحب واحد تافه زيك. بترجع راشيل البيت مع كلاي وبتعرفه هو المفروض يتكلم ازاي ويعرف نفسه ازاي ويرد ازاي على كل سؤال، وبتكون مبهورة بيه لأنه فيه كل الحاجات اللي هي بتحبها. وفي حفل الزفاف بتاع أخت راشيل كانت أمها بتتكلم مع واحد اسمه مارك، وكانت بتقول إنها متضايقة إن الأخت الصغيرة هي اللي بتتجوز الأول. وبعد شوية بيجي ديفيد، وبعد كده بتيجي راشيل وبيشوفها ديفيد وبيعبر عن إعجابه بالفستان بتاعها وقد إيه هي جميلة، لكنها مش بتهتم قوي. وبعدين بتعرفهم على كلاي، وبعدها كانوا كلهم مش مصدقين، وكلاي بيقول إنهم اتعرفوا على بعض في واحد من فصول النحت وقد إيه هم مرتاحين مع بعض ومبسوطين، وكان باين على ديفيد إنه متضايق. وبعد كده أمها بتسأل كلاي هو أنت اسمك إيه بالكامل، وساعتها راشيل بتحاول إنها تختلق أي اسم وبتقول إن كلاي أصلا عارض أزياء. وكمان أمها كانت مصدومة لما عرفت إن كلاي كان في كلية الحقوق، وقال له مارك إنه ممكن يعمل امتحان معين كده عشان ينجح. ساعتها كلاي سألهم عن الامتحان وهم استغربوا، بس هو قالوا إنه بيختبرهم، بس في الحقيقة هو ما كانش يعرف حاجة عن الامتحان ده أصلا. وبعدها مارك بياخد كلاي يعرفه على شوية محامين تانيين، وبعدين مراسم الحفل بتتم، وساعتها بتطلب راشيل من كلاي إنه يستناها هنا وتروح تتدرب في أوضة تانية. وبعدين بيجي ديفيد عليها وبعدها بيقول لها على نكتة تبقى تقولها وهي بترفضها، لكن بعد كده بتوافق عليها وفعلا بتقول النكتة، وده بيضحك الناس كلها. وبعد كده بيجي كلاي يقعد مع راشيل، وديفيد بيمشي وبيتكلم مع صاحبه انه مش مصدق ان راشيل عرفت تلاقي شخص عاجبها. وبعدها بنشوف راشيل وهي عماله بترقص مع كلاي، وكانت مش مصدقه نفسها انها شافت الشخص اللي بتحلم بيه قدام عينيها اهو.
وبعد كده بنشوف راشل مع أختها وبتساعدها وهي بتفرش الشقة، وبتيجي من غير كلاي اللي كان عنده عرض أزياء، وفجأة بيظهر ديفيد اللي كان جايب كعكة. ساعتها أخت راشل ما كانش عاجبها الكعك، بس ديفيد وراشل بيقولوا مع بعض إن الكعكة أحلى من الدونتس، وهنا بيبان إن ديفيد بيحب نفس الأكل اللي راشل بتحبه. وبعد شوية بيجي كلاي وبياكل من الكعك، وكان ديفيد عايز يمشي وبيقول لهم إنه عنده عرض كوميدي وبيطلب منهم إنهم يروحوا، وساعتها كلاي بيوافق وبيروح مع راشل للعرض. وكانت راشل عمالة تضحك كتير، أما كلاي ما كانش شايف إن في حاجة مضحكة. وبعدها كانت راشل ماشية مع كلاي في الشارع وبيبقى إعلان ليه في الشارع، وكانت راشل مبسوطة بيه قوي وبتقول له أوعدك تلاقي مكان تعيش فيه غير الورشة. وساعتها ابن أخو ديفيد بيسيب الشقة اللي هو كان قاعد فيها، وهنا ديفيد بيقدم المساعدة لراشل وبيجيب الشقة لكلاي. وكان ساعتها ديفيد متضايق قوي ونفسه إن راشل تحس بحبه ليها وتبطل تقرب من الواد التاني ده. وكل شوية كلاي يعمل حاجة من الحاجات اللي راشل بتحبها، وهنا هي بتكون مبسوطة أكتر، وكان عمال يعمل لها الكعكة اللي هي بتحبها. وبتقعد مع ديفيد شوية، وبعدين راشل بتروح تتكلم مع صاحبتها دوريس وبتقول لها بصراحة أنا حاسة بإعجاب من ناحية ديفيد. دوريس بترد عليها وبتقول لها فكك من الكلام ده، كلاي هو المثالي بالنسبة ليكي، وبتقول لها خلي بالك لو انفصلتي عنه هيرجع تمثال زي ما كان في الأول. وبعد كده كانوا قاعدين بيتعشوا مع والد ووالدة راشل، وكلاي بيقول إنه عايز يتعلم الطبخ ويفكه من القانون. وهنا راشل اتضايقت قوي، لكنهم بيفضلوا وراه لحد ما يتراجع عن الفكرة دي. وبعدين راشل بتقدم خاتم العيلة لكلاي عشان يخطب راشل. وبعدها بنشوف ديفيد مع راشل مع باقي الطلاب في الورشة عشان يتعلم النحت، وبينحت تمثال لكلب لأنه طول عمره نفسه يبقى عنده كلب. وساعتها راشل بتساعده وبتعمل التمثال للكلب اللي هو عايزه واللي هو بيحلم بيه طول عمره. وبعدها بتوريه الاستوديو بتاعها وبتقوله إنها عايزة تدخل مسابقة بس مترددة وخايفة يحصل أي مشاكل. وساعتها ديفيد بيشجعها وبيقول لها أنت نحتك حلو. بس بعد كده راشل بتقلب عليه وبتقوله أنت ليه سايب نفسك لشغلك التافه ده؟ وساعتها ديفيد بيسيبها وبيمشي. بعدها بيرجع ديفيد للبيت وبيشوف كلاي وبيقوله أنا زهقت من الستات كلهم ونفسي أفهم دماغهم، حتى راشل نفسها دماغها مش مفهومة. ساعتها كلاي رد عليه وقال له مين قالك كده؟ راشل دي مثالية ولا يمكن تلاقي حد زيها. بس ديفيد بيرد عليه ويقول له ازاي يعني؟ مفيش في الدنيا دي كلها حد مثالي بالكامل. بس كلاي بيتعصب ويقول له مفيش زي راشل. وهنا ديفيد بيرد عليه بالراحة وبيقول له ده حاجة طبيعية في البشر إن ما يكونش في حد مثالي 100%. وكلاي بيقول إنه كان نفسه يتعلم الطبخ ويفكه من القانون، لكنه تنازل عن حلمه عشان يقدر راشل بس. وساعتها كان ديفيد مستغرب وفضلوا يتكلموا مع بعض لحد ما بقوا صحاب. وبعد شوية بنشوف راشل بتتكلم مع دوريس عن ديفيد وبتقول لها أنا حاسة إني تايهة ومش عارفة أعمل إيه. وبتقول لها أنا حاسة إن ديفيد بيهني عشان أنا جبانة. بتقول لها طب وكلاي؟ قالت لها كلاي مش فارقة معاه أي حاجة. وبعد شوية بنعرف إن ديفيد جات له فرصة إنه يقدم عرض كوميدي في مهرجان الضحك، وكمان بيقابل واحدة جميلة وبيبدأ يتعرف عليها، وده بيخليه مبسوط أكتر من الأول. وبتفتح راشل الفيسبوك وبتلاقي ديفيد منزل صورة مع واحدة جميلة، وساعتها هي بتتضايق قوي. وبعدها بيجي كلاي وبيتكلم مع راشل وبتقول له عن المسابقة، وهو بيقول لها طالما انت خايفة يبقى ما تروحيش. وده عكس اللي كان ديفيد قايله إن نحتها حلو ولازم إنها تروح هناك وتقدم. وبعد شوية بتفكر وتقرر إنها تروح المسابقة دي زي ما ديفيد قال لها، وكانت مركزة إنها تعمل تحفة فنية فريدة من نوعها. وكان كلاي بيحاول يدرس القانون بس اكتشف إن الطبخ هو هوايته الحقيقية. وبعدها بيجي ديفيد ويشوفهم قاعدين على الكنبة وبيقول لهم إنه هيشارك في مهرجان الضحك، وهي تقول له إنها شاركت في المسابقة ويقول لها كويس وخليكي شجاعة. أما كلاي بيقول لهم أنا هقوم أعمل شوية فطاير، وديفيد بيقول له أنا عايز مشروب. وبعد شوية راشل بتعرف إن المسابقة وافقت عليها وهيتم عرض منتجاتها في المسابقة، وبعدها أهلها بيحتفلوا معاها. وكانت أمها فاكرة إن كلاي هو اللي شجعها، لكنها بتقول إن ديفيد هو اللي شجعها على كده. وساعتها كانوا كلهم مندهشين بس قضوا الوقت واتبسطوا. بعد كده بيروح ديفيد يقابل صاحبته ويقول لها على مهرجان الضحك، وبتبقى محبطة لما تعرف إن مفيش جايزة مادية هياخدها. وبعدها بترن راشل على ديفيد وبتشكره إنه شجعها، وبتقوله أنا بعتذر بس مش هعرف أجي المهرجان بتاعك لأن اتقابلت في المسابقة. وهو بيقول لها ولا يهمك. وبعدها دوريس بتلاحظ إن راشل زعلانة ومتضايقة، وهنا بتعرف إن ده بسبب إنها بتحب ديفيد مش كلاي. راشل بتدي الخاتم لكلاي عشان يديه راشل في الليلة بتاعة المسابقة. وكان ديفيد عمال يجهز نفسه للعرض وكان باين عليه إنه متوتر قوي. وساعتها كلاي بيحضنه وبيشجعه، وكانت راشل عمالة تتكلم مع دوريس عن ديفيد، ودوريس بتقول لها فكك من قلبك اللي هيوديكي في داهية ده.
وبعد كده بنشوف في المسابقة ريشل وهي بتعرض التمثال بتاعها، وكان عاجب كل الناس، وكانت بتقول إنها عملت التمثال ده عشان هي كان نفسها ترجع تاني صغيرة. وبتروح دوريس لديفيد وبتقول له أنا عايزاك تروح تتكلم مع ريشل، أنا عارفة إنك بتحبها. وهو بيقول لها أنا عارف إن كلاي هيتقدم لها النهاردة. دوريس بتقول له اوعى تخبي مشاعرك وإلا هيجي عليك يوم وتندم إنك خبيتها. وكانت اللحظة بتاعت ديفيد قربت والمفروض إنه يطلع على المسرح، بس هو عمال يفكر في كلام دوريس. وبنعرف إن ريشل كسبت المسابقة، وساعتها بيتقدم لها كلاي عشان يخطبها، وبيجي ديفيد هو كمان عشان يخطبها، وبيقول لها إنه تخلى عن المهرجان عشان يعبر لها عن حبه ليها. وهنا الكل اتصدم لما ديفيد قال لريشل انت مش مثالية ولا حاجة، بس أنا طول ما أنا معاكي وجنبك هقدر أساعدك تتغلبي على مخاوفك وتنجحي. أما كلاي قال لها أنا ممكن معرفش أعمل زي ديفيد، بس طول عمري هدور لك على السعادة. وبعدها أمها بتقول لها خليكي مع كلاي يا بنتي، بس أبوها بيقول على فكرة أنا وأمك مرينا بمشاكل كتير وصعوبات، وما تفتكريش إن حياتنا كلها مثالية، إحنا اللي كنا بنخبي بس ومش عايزين أي حد يعرف. وساعتها أمها بتقول بس أنا مش عايزاكي تمر باللي أنا مريت بيه، وخليكي مع كلاي خاصة إنه اتقبل في الجامعة. وبعدها ريشل بتدرك الحقيقة وبتتكلم مع كلاي وبتقوله إنها عملته عشان يبقى مثالي بالنسبة ليها، بس هو مش حقيقي. وكان كلاي عايز يشيل السلسلة، لكنها بتقوله لأ خليها وكمل ورا حلمك الحقيقي في الطبخ وفكك من القانون. وبيسيبها وهو مبسوط إنه رايح يحقق حلمه في الطبخ. وبعدها أختها بتولد 3 توأم، وأمها وأبوها بيسافروا في مغامرة جديدة، وكلاي بيبقى طباخ ماهر، وديفيد بقى كوميديان مشهور، وبتكون ريشل عايشة حياتها معاه في سعادة تامة. وبكده بيكون خلص فيلم النهاردة. لو عجبك فيلم النهاردة ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر التنبيهات علشان يوصلك كل جديد. وسلام.